السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى. بالنسبة لأول مرة كيشاهد القناة، معكم إيمان من إيمي كويزين. نتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم. إلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بلي لايك، وما تنساوش تشتركوا إلا كنتم مازال ما مشتركينش في القناة. وصفتنا اليوم إن شاء الله هي لي ميني بطبوط معمرين بحشوة اقتصادية ولذيذة بزاف بزاف وصحية، يعني بالخضر، بالحشوة ديال الخضر والطون. ندوزو الآن على بركة الله الوصفة ديالنا والمقادير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 600 غرام ديال الدقيق الفورس، و200 غرام ديال الفينو. غادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال السكر، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، ومعلقة صغيرة ديال السكر سنيدة. وغادي نحتاجو الماء الدافئ طبعا باش غادي نجمعو الخليط. اول حاجه غادي نديروها هي غادي ناخدو واحد الكويس ولا زليفه ولا ليكان اناء، غنوضعو فيه الخميره ديال الخبز والسكر، ونضيفو عليهم شويه ديال الماء دافي، نغطيوهم ونخليوهم يتفاعلوا. هذه احسن طريقه باش تاكدوا من ان الخميره راها فعاله، يعني ما ماتتش. غنخلطوا الخليط ديالنا كما قلنا ونغطيوه ونوضعوه جانبا. ثم بعد ذلك غادي ندوزو باش نغربلو الدقيق ديالنا. انا غادي ناخذ واحد لو بول، يمكن لكم تاخذوا الكسعه، انا خديت هذا لحقاش غادي ندير العجانه. غادي نديرو في العجانه كما يمكن لكم تعجنوه بيديكم عادي. غنضيف الملحه، غادي نخلط المكونات مع بعضهم باش ينسجموا. ثم غادي ندوز نشوف الخميره ديالي. طبعا بعد ما خليتها واحد 5 دقائق فهي تفاعلات كما شفتوا. غادي نخويها وغادي نزيد شويه ديال الماء وغادي نبدا نعجن، وانا كنضيف الماء. بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم بالضبط، فانا بالماء اللي حطيت مع الخميره والسكر والماء اللي زدت 300 مليلتر، ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه. هانتوما كما كتشوفوا معايا، من بعد ما تعجنات ليا العجينه فهي كتجي مرخوفه، ماشي خفيفه بزاف، وفي نفس الوقت ماشي قاصحه. المهم عجينه ديال الخبز، شفتوا القوام كيفاش داير. غادي نغطيوها ونخليوها تخمر. من بعد تقريبا واحد الساعه، ساعه الا ربع على حسب الجو، فكتلقاوها خمرت. كنخرج منها الهواء وكنقسمها لجوج ديال القطع، وغادي نبدا نطلق العجينه ديالي. طبعا على سطح اللي يكون مرشوش بالدقيق كنبداو نطلقوا العجينه كما شفتوا معايا. ثم غادي نقطعوها بالطريقه اللي بغيتو. انا خديت قطعها مربعه كما شفتوا معايا. ما تصورش ليا اللقطه فاش كنت كنقطع العجينه. المهم هانتوما كتشوفوا معايا. بالنسبه اللي انا كنبغي شويه هاد الخبيزات يكونوا شويه فيهم ديال البابا، اللي بغاهم خاويين من الداخل يزيد يرقق على هاد العرض اللي درت انا. كنخليوهم حتى هما يرتاحوا واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه. ثم كنبداو نطيبوهم في مقلاة ساخنه كما شفتوا معايا. كنوضعهم وكنبدا نقلبهم، كنخليوهم واحد شويه على الجهه الاولانيه، ثم مباشره كندوز من بعد ذلك نبدا نقلبهم حتى كينتفخوا، وكنبدا نقلب ونعاود نقلب ونعاود حتى كيتحمروا ليا من الجهات بجوج. حتى كنساليه. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو مفشفشين، وفي نفس الوقت انا كما قلت لكم كيعجبني شويه فيهم ديال اللبابه، ما تعجبونيش كاريمون خاويين. ها هما من بعد ما ساليت كتقطعوهم بالمقص. من الاحسن منين يكونوا يلا خرجوا، يعني يلا زولتوهم، قطعوهم حلوهم بالمقص. ودابا ندوزو للحشوه ديالنا، الحشوه ديال بوكاديوس، الناس ديال الشمال كيعرفوها. وهاد الحشوه ديال الخضره يعني طريه كتعجبني بزاف. غادي نحتاجو الخس، خيزو، شويه ديال الفلفله خضراء مقطعه طريفات صغار. وبالنسبه لاصوص كناخذ معلقه كبيره ديال الكاتشوب، 2 معالق د مايونيز، وشويه ديال الحار،
وشويه ديال الابزار ومليحه. كناخذ شويه ديال الكاشر محكوك، شويه ديال البيض محكوك، طاسه ديال الطون اللي كنمعسها شي شويه، شويه ديال المايس الذره، وشويه ديال الكورنيشو والزيتون مقطعين طريفات صغار. هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف، انا شخصيا كتعجبني بزاف. غادي ندوزو اولا نخلطوا لاصوص ديالنا. غنخليو لاصوص جانبا وناخذ واحد البول اللي غادي نخلطوا فيه المكونات ديالنا كلهم. انا غادي نخلط المكونات كاملين، المايس، الطون، الكاشير، كلشي ما عدا البيض هو اللي غادي نخليه حتى النص غادي نعمرو بالبيض والنص غادي نديرو بدون بيض، لان كاين في الدار اللي ما تيبغيوش البيض فيها. ثم بعد ذلك كنضيفوا لاصوص ديالنا مزيان، نضيفوا كميه يعني كبيره من لاصوص باش كيجي لذيذ وكيجي يعني طري. ثم غادي نبداو نعمروا الخبيزات ديالنا. كما قلت لكم انا نص غادي نعمروا بهاد الحشوه هادي، والنص الثاني هو اللي غادي نزيد عليه البيض مسلوق. ها نتوما كتشوفوا معايا كيفاش كيتعمروا. عرفتي هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف بزاف، جربوها. وصافي من بعد ما ساليت هانتوما كتشوفوا معايا بالنسبه لهادوك اللي ما فيهمش البيض انا درت ليهم شويه ديال الفرماج احمر محكوك غير باش نميزهم باش يتعرفوا. وهذا هو الخبيزات ديالنا، وهذا هو الطبق النهائي. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم ونكون كنت خفيفه وظريفه على قلوبكم. الى عجبتكم الوصفه طبعا ما تنساونيش من لي لايك، وما تنساوش تشتركوا الى كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم تبقوا بخير وعلى خير، ونتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله على قناتكم، قناه مطبخ ايمي كويزين. الى اللقاء.